عندك 2 ولا 3 جارد بار سومين ديجا في النهار باش تخدم سوايع الخدمة وباش تكمل يعني باش تخدم 36 ساعة إلا في حتى كان هي حبيلة لاباس عليها 36 ساعة وانت واقف معناتها وتخدم باش تصير حاجة. بالطبيعة صار لي عندي كولمون صار لي 2 و 3 مناس مرضت بالكوفيد تعديت معناتها وخليو هذيك الكل على جنب والحمد لله تعدى كل شيء وصلنا توا قرب لاكوشمون وانا على لاكوشمون نتاعي جاي بين دو ستاج بيان سور ليموني زملائي قالوا لي شبيك ما حسبتهاش وراك انت باش تمشي الشيف دو سيرفيس هذيك ما تحبش لي كونجي دو ماترنيتي وما تقبلهمش وانا وقتها تصدمت خاطر كانت لي بنت لي حاجه ايفيدونت معناتها في باليش اللي انا كونجي دو ماترنيتي لازمني نعرف شكون اللي يقبل وشكون اللي ما يقبلوش. اتصلت بالشيف دو ديبارتمون هي المسؤوله عليا هي الفيزافي نتاعي اللي تعرف استاجيتي قلت لها هكا وهكا راني قريب باش نولد مدام راني باش نبدا ستاج جديد وكيفاش نعمل. قالت لي سي با غراف امشي جوست قابل الشيف دو سيرفيس وقول لها. مشيت لها قدام باب السيرفيس ساعه ونص نستنى فيها ما حلوليش الباب نتاع السيرفيس ما قلت له السكرتير دخلت من الاول قلت له السكرتير راني نحب نقابل الدكتوره شيف دو سيرفيس. قالت لي استناها مازالت ما جاتش خرجوني لبرا وانا واقفه قدام الباب ساعه ونص نستنى ريتها تعديت ودخلت للسيرفيس خرجت لي السكرتير هكا شويه ابين راسها من الباب قالت لي لا راهي ما تحبش تقابلك تحبش تشوفك ما عندها ما تحكي معاك قالت لك راني ما نقبلش لي كونجي هذوما كان باش تاخذ 3 ولا 4 ايام بعد ولاده اجا اخدم سينو برا بدل ستاج اللي هو ماهيش باريحيه وماهيش بالسهوله اللي هي تحكي عليها تبديل ستاج على خاطر انا عندنا معناتها دي ستاج اوبليغاتوار لازم نمروا بهم وقتها فيلم حياتي كل تعدى نتخيل في روحي كيفاش في 3 4 ايام باش نجم نركح البيبي ونرجع نخدم هذاك هو شنو عندي في مخي فينالمون انا ولدت لو 26 دو موا والستاج الجديد يبدا لو بروميير بعثت معناتها السيرتيفيكا كونجي دو ماترنيتي نتاع شهرين بعثتها معناتها للخدمه الحاليه وبعد هما بعثوها للستاج اللي بعد بيان سور انا كطبيبه مقيمه ثم انت تبعث كونجي دو ماترنيتي تتقص الشهريه معناتها بعد شهريتي خذيتها صبت لي سو فورم دو رابيل اما وقتها فك 6 شهور مع ولاده جديده مع بيبي مع المصاريف نتاع كل شيء راهي الشهريه معناتها تتقص جو ماتوندي لي انا باش نلقاه ستاج نون فاليدي اما شنو نلقاها كاتبه ريمارك ليتيديونت اي ابسونت elle n'est jamais venue انا جيتي با ابسونت انا كنت في كونجي دو ماترنيتي وحتى كي عوضت ستاج كان وجودي انتر كيمي في السبيطار ماهوش قانوني برشا على خاطر انا او ميم طون معديه للوزاره كونجي دو ماترنيتي كي ايتي فاليدي والشهريه تصبت وكل شيء مي انتر طون انا في السبيطار نعوض في ستاج نون فاليدي بالنسبه ليهم كي كلموا الوزاره يقولوا لها ليه هذه امورها مريقله خذيت كونجي دو ماترنيتي وامورها مريقله مي انتر طون انا في الفاك بالنسبه ليهم عندي ان ستاج نون فاليدي اللي قاعده نعوض فيه